مشاهدينا عدنا لحضراتكم مرة أخرى. هذا الكتاب هو رواية ترجمت إلى الألمانية كما يتضح لحضراتكم. ضيفي هو الكاتب الروائي الأستاذ عمرو زين. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي ومساء الخير وتحياتي للجميع، ونحن في عرس ثقافي عظيم. ونحن نتحدث عن هذه الرواية، هي جزء ثان لرواية كنا قد غطيناها قبل ذلك. حدثنا عن فكرة تقديم روايتين أو عملين مرتبطين ببعضهما. أرجو توضيح لا أكثر ولا أقل. هناك رواية تحمل عنوان أرض الدم والنار، وحضرتك قرأتيها وناقشناها قبل كده، ثم ناقشنا نوفيلا تحت عنوان جنية البحر. أيوة، هي 3 روايات. ثم أول ما ناقشنا وتعرفت من خلالي على أعمال أدبية، أول شيء ناقشناه كانت المجموعة القصية التي تحمل عنوانا صادما، ألا وهي رسول الشيطان. ترجمة تحت ايد حضرتك هي ترجمة رسول الشيطان المجموعة القصية باللغة الألمانية. هسأل حضرتك، هل الكتب التي يتم ترجمتها هو اختيار لكاتب الرواية أو لكاتب المجموعة القصصية، أم اختيار من دار النشر؟ أنا خريج ألسن ألماني، وتعلقي وعشقي للغة الألمانية، ثم تعلقي وعشقي للأدب الألماني، وعملي كمرشد سياحي فوق 20 سنة جعلني أتعمق في الشخصية الألمانية. وكثيرون ممن قرأوا أعمالي حتى القصة القصيرة كان ليهم تعليق دائم: أنت تكتب وكأنك تكتب للشخصية الغربية أو الشخصية الألمانية. فبعد محاولات، أو أنا نشرت أكثر من قصة مجموعة قصية، منها موت الحياة، وجه الموت، وكلها عناوين تبدو صادمة. قررت أني أقوم بالترجمة، وبالفعل هذا عمل أول وهذا عمل ثاني. جنية البحر لما ترجمتها إلى اللغة الألمانية كذلك، وأنا بصدد ترجمة لمسرحية إلا أن تكون من الخالدين، لأن أعتقد أنها مسرحية مهمة جدا جدا جدا، لأنها تناقش مستقبل البشرية ككل. جنية البحر رغم استمرار شخوصها، إلا أنها ككتاب أو كنوفيلا مختلفة تماما عما نحن بصدده، رغم أنه ما زالت مساحة الواقعية السحرية قائمة في العملين، لكن الفكر اختلف. لماذا اختلف الفكر في ما بين جنية البحر أولا، ولماذا دخل التصوف بمفاهيمه العميقة الباطنية بشكل قوي ليغير حياة عمار؟ جنية البحر تعتبر الجزء الأول من عمل حياتي، وفكرة العمل الحياتي ليست منتشرة في الأدب العربي عامة. هي فكرة موجودة في الأدب الغربي، بمعنى أن الأديب يقدم عملا على أجزاء تتناول أو تستغرق عمره الأدبي، وقد تستمر فوق 20 أو 30 عام. الفكرة عامة، الفكرة المحورية لهذه الأعمال أو لهذه الأجزاء هي العودة إلى المصرية، إلى البيئة المصرية. البيئة المصرية متنوعة وشديدة الثراء، خاصة أصولي من كفر الشيخ الوجه البحري. بالضبط. هذه البيئة الزراعية بيئة غنية جدا جدا بالموروثات وبالتراث وبالحكاوى والحكايات. وأنا طفل صغير كنت بسمع كل الكلام ده، فجاءت لحظة أردت فيها أن
أعيد إحياء ثم أوثق هذه الأفكار الشعبية كلها. هذا الموروث. جنينة البحر عامة أي ريف اسمها جنينة البحر، وهناك حكاية لا حصر لها ولا عد عن هذا الموتيف. أنا أذكر أنني سألت حضرتك أن هناك عمار وهناك الفتى بطل الرواية الذي طفل السارد الذي لم تذكر له اسما، وهناك الشخص الثالث الذي يحكي له طفل السرد بعد أن أصبح كبيرا الحكاية. وسألت حضرتك هل هو نوع من أنواع انشقاق الشخصية أو يعني نقول الانفصام؟ هو لعبة سردية تبقي القارئ متيقظا. ثانيا الدلالات ستبقى مفتوحة. هل عمار هو صورة أو انعكاس للطفل الراوي، الشخص الثالث الذي يظهر من حين إلى حين ليحكي مواقف من الذكرى القديمة؟ هل هو نفس الشخصية لكن تظهر في سمة أخرى، وبالتالي يعيد تذكيره بمواقف خاصة أحدثت نوع من الجرح في نفسه أو أثر في نفسه، وكأنه يقوم بعملية يقول عليه هايلينج، اللي هي إعادة بناء، إعادة شفاء، إعادة مداواة لهذه الجراحة التي بقيت في نفس هذا الطفل. لنقل أنه في الجزء الأول حضرتك بدأت في العوالم الخفية المرتبطة بالجن وأنواعهم وأشكالهم وما إلى ذلك، وجن المية وجن السماء وما إلى ذلك وسبع أرض وكل هذا الكلام. هناك أيضا في الجزء الثاني نوبيلا الثانية الجن ما زالوا موجودين، ولكن دخل على الخط التصوف، والجن الشرير بوصفه ما يقارب الشياطين، وهذه المعركة الماورائية التي تحدث والناس نيام لا يعرف عنها إلا القليل. الجزء الثاني في هذا المقام تطور فكرة الجن إلى في جن، لكن هو ممكن أخذه بمأخذ آخر، ليس فقط الجن كصورة للشر، لكن ممكن أخذه في اتجاه معرفة الخفي. أحيانا حتى الرجل المتصوف كان يقول للطفل الراوي ليس على بني آدم أن يعرف كل شيء. شيخ عطية يكفيه، الشيخ عطوة يكفيه أن يعرف ما يريده وما يحتاجه وما ينفعه. لكن الجموح إلى المعرفة أحيانا يكون يكتنف بعض الشر. فهو هذا الجني الذي ظهر في هذا الجزء الثاني ممكن تأويله على أساس أنه هذا القوة أو هذه القوة التي لها تأثير، لها غيبية، لها وجود في الغيب، وأحيانا الولوج إلى هذا الغيب قد يأتي بعواقب وخيمة. احتفالات الطرق الصوفية والموالد كانت موجودة، لكن حضرتك جعلتها يعني الصورة الظاهرة لمعارك أخرى خفية. هو العالم يبدو منقسم لظاهري وخفي، يعني ظاهر وباطن. والصوفية الحقيقية دائما يعني لها جانب باطني، لها جانب خفي، لها علاقة، لأن هي العلاقة بالله عز وجل هي علاقة بين عبد وربه. فهم عندهم هذا التصوف الباطني والحب والولع والشوق والعشق الإلهي وخلافه والشوف تماما. هي العلاقة إذا وصل العبد في درجة من درجات العشق يملك القدرة على الشوف. من ذاق عرف. حضرتك أكدت على فكرة أنه ثمة شفافية خاصة عند بعض الأطفال قد يكتشفها البعض، قد تكون مرتبطة بالأحلام، وجعلت ستارة شفيفة
بين كون هذه البركة عند هذا الطفل المبروك حقيقة أم أنها خيال؟ ربما هي حقيقة وتمت روايتها عن أجيال وأجيال، وربما استمعت إليها في مرحلة ما في طفولتي فأعدت صياغتها داخل قالب العمل. لكن فكرة ان الطفل ده مبروك او ده ولد مبروك او حتى مثلا يعني مولود حديث الولادة له شعر طويل على غير العادة فيعتبروه هذه علامة بركة، ده موجود في الريف او الشخصية المصرية ومرتبطة بالبيئة الريفية المصرية. المقامات في الصوفية السادة لا يموتون، الموالي جمع مولانا لا يموتون ولكن ينتقلون، وثمة مساحة ما بين الحضور والغياب، فهم حاضرون وغير حاضرون في أغلب الوقت. المسألة ليست موتا ولكن هي كأنه انتقال إلى عالم آخر موازن. هو مفهوم يعرفه المتصوفون بشكل جيد جدا، ولكن حضرتك تطرقت إليه عندما أعدت صاحب المقام مرة أخرى واستفدت بالدراويش وبخدام المقامات الأخرى كقوة دفاع عن الواقع المادي الملموس ضد الهجمات الشريرة أو الهجمات الظلامية. تمت الإشارة في الرواية أو في النوفيلا إلى شخصية الخضر. ما هو الخضر في القرآن ودلالته مفتوحة، هو حتى هناك أقوال تذهب إلى أن الخضر ما زال عائشا بيننا في نوع من الخفاء. وده متعلق بالرؤية الشعبية أن الأولياء موجودون ويقومون بدور ويتم استدعائهم في لحظة الخطر، وهذا ما حدث مع ويرعون مريديهم بشكل كبير ويرعون من يجدون فيه هذه الخصلة النورانية الشفافية، من يملك القدرة على الشوف والطيبة والنقاء، فهم يظهرون في اللحظة المناسبة ويحسمون المعركة كما حدث في نهاية أعمال المتصوفين كثيرة والأسماء اللامعة أكثر من أن تحصى، لكن في النوفيلا حضرتك أكثر ارتباطا بما كتبه السهروردي، فهل أنت واع بهذا؟ يعني هل حضرتك قصدت هذا الارتباط أم أن القصة ألقت بك إلى هذا الاتجاه؟ لكي أكون صادقا، بعد كتابة العمل والانتهاء منه تماما، طبعا احنا الواحد شغال في مجال شوية له علاقة بالتكنولوجي، هاي تك والحاجات ديت، فدخلت على أكثر من آب للذكاء الاصطناعي وعرضته، فتم تقديم هذه الدراسة الوافية وعن نقاط التماس بين العمل والسهروردي أو الصوفية المدرسة السهروردية للسهروردي، وكان شيء ممتع جدا جدا جدا، لأنه بعفوية أنا بكتب العمل كأنه عمل غير من عمل لأجل العمل، كان كل اهتمامي منصب على الشخصية، ازاي اطورها من جزء لجزء وازاي ادخل عوامل جديدة، فاذا بها تتلاقى وتتماس مع مدرسة السهروردي واسلوب السهروردي وفكر السهروردي، فكان حاجة مدهشة. لكن حضرتك من البداية مطلع على كتابات المتصوفين المختلفة ولا سيما المتصوفين الأوائل. قد يكون المرء متصوفا دون أن يدري، متصوفا بالولادة أو بالطبيعة دون أن يدرك هذه التصوف. صوفي الهوى. صوفي، لذا كتبت على ظهر الغلاف كتبت بخيال طفل وقلب متصوف وعقل فيلسوف. دعني أسأل حضرتك سؤال آخر. تفضل. لا أحد إلا
الدراويش يستطيعون رؤية عمار الآخر الأمير. حضرتك اخترت وأنت ترسم صورة الطفل السارد أن ألا يكون منزها من العيوب. هو إنسان، طفل شقي أحيانا، كاذب أحيانا، يخاف أحيانا أخرى، لا يحفظ ويتعرض للعقاب، متمرد بعض الشيء. فحضرتك رغم وجود هذا الطفل في هذه المعركة التي لا يعرف عنها شيئا، التي يقوم بها صديقه عمار، إلا أنه عمار يمثل النقيض لهذا الطفل. فهل هو النفس المتمناه لهذا الطفل؟ هل هو قرين؟ كيف تضع العلاقة بين الطفل السارد وعمار؟ ونعود إلى اللقاء الأول، واللقاء الأول في جنية البحر حدث في أرض غريبة، حتى كان وصفه ليها أنها أرض كأنها أرض الأحلام، كأنها أرض العجائب. فكان اللقاء كأنه لقاء بين حلم وحقيقة، بين شخص واقعي أو طفل واقعي يعاني من نوع من التنمر دائما، فتبدو هذه الشخصية الأخرى كأنها خلق خيالي من هذا الطفل السارد. واستمر هذا التطور بالشخصية في الجزء اللي هو خادم المقام، لأنه حتى فكرة القصر الذي يظهر ليلا ولا يظهر نهارا تم تفسيرها في الجزء الثاني. هو اللقاء الأول حدث في جنية البحر، ثم ذهب إليه لزيارته ليلا في قصره، وكان على وعد معه أن يقوم بمغامرة كونية، لكن أخذه النوم لإنقاذ الأميرة التي يحبها عمار. ثم ما زلت أذكر يا أستاذ. ما ده حاجة جميلة أنها باقية. العمل ما يثلج قلب السارد أو الأديب، أن القارئ يقرأ عمل ويظل محتفظ به في ذاكرته حتى بعد فترة طويلة. فهنا القصر، هنا طب الناس هتسأل عن القصر، هو ايه القصر؟ ايه رمزية؟ ايه دلالة القصر؟ تم تفسير القصر لكن بدلالة مفتوحة ايضا. الشيخ المتصوف فسر له، حتى لما الطفل السارد سأله، والذاكرة لما استدعيت لتسأل كيف رأيت القصر نهارا، فالشيخ المتصوف قال له لأنك تأتيه بقلبك ليلا تأتي القصر بروحك. فهنا تم التأكيد أن القصر له دلالة ما أبعد من شيء مادي ملموس. صاحب المقام أو خادم المقام لا تخلو أيضا من بعض الكوميديا ما بين العقابات الشديدة جدا لهذا الطفل الشقي، ما بين ماتش الكورة مع خدام المقامات الأخرى. هي رواية خفيفة الظل رغم أن الموضوع فيه أجزاء كثيرة ثقيلة. فهل قصدت ذلك؟ مقصود 100%. فكرة حتى اللقاء حدث ليلا وفي الأرض الغريبة، الأرض العجائبية التي تحدث فيها، وكأنها أرض الأحلام، كأنها منطقة للأحلام يهرب إليها الطفل السارد دائما لتحقيق ما يعجز عنه في الواقع. من ضمن هذه الأشياء أنه محب الكرة يريد أن يلعب كرة قدم، فإذا بالشيوخ المشايخ وخدام المقامات كلهم يظهرون أمامه ويلعبون معه على أرض كلها نجيلة. ثم بالرغم من مضي الوقت الشيخ يصحبه يقول له علينا أن نلحق قبل صلاة الفجر، وكأن كل هذا الوقت مضى في اللاوعي أو في عالم آخر، في عالم غيبي، حيث الزمن له مقاييس أخرى. الكاتب والروائي والقاذف أستاذ عمرو زين، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. ناقشنا معا نوفيلا حضرتك الجديدة خادم المقام. أنا شاكر الاستضافة وسعيد دائما بلقاء حضراتكم، ونأمل لكم بالتوفيق على هذا المجهود الخارق. الحقيقة أن قناة النيل الثقافية هي منبر يستحق من الدولة إعادة نظر ودعم غير هذا الدعم.
شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي مرة أخرى بزميلي العزيز حسن الشاذلي لنستكمل آخر لقاء اليوم. شاكر جدا لحضرتك.